الرجل الأخضر أو شمشون العصر تزوج 28 مرة وأنجب 35 ابنا وابنة، أكبرهم سماح 24 سنة وأصغرهم سيد 3 سنوات. أثبتت التحاليل الطبية أن قوته تعادل 260 حصانا، يستطيع ثني العملة المعدنية بجفون عينيه أو بلسانه ثم يقطعها بيديه. سيد محمد أحمد عبد الله، الرجل الخارق. رغم القوة التي أنعم الله بها عليه إلا إنه لم يستغلها إلا في الخير. رجل وهبه الله قوة 30,000 رجل وقوته تعادل 260 حصانا، ومع ذلك منحه الله عز وجل قلبا مليئا بالإيمان والتواضع، وأنعم عليه بحسن الخلق وضبط النفس. أهلا بيك وأهلا بالسيدة صباح زكي حرم الأستاذ السيد محمد، وأيضا بالسيدة رضا سيف وهي زوجته أيضا. أهلا بيكم. والله أسئلة كتير قوي يا عم السيد. في زوجتين مجوش فعلا زي ما قلت، هم في واحدة في القاهرة وواحدة فين؟ في الصعيد. في الصعيد. والمدام صباح ومدام رضا فين؟ في اسكندرية؟ موجودين في اسكندرية. هو القوة الخارقة أساسا ستك دي حاجة ربانية، يعني حاجة إلهية. الحمد لله. وأنا بحاول أداريها، ما بحبش يعني أظهرها قدام حد، بداريها عشان ما حدش يخاف مني، ما حدش يتعامل معايا إن أنا قوة وهو ما عندوش قوة. وطبعا قعدت عشت هناك أنا عشان معايا برضو تقريرات طبية تمنعني، ممنوع الشغل ولا قطاع عام ولا قطاع خاص، ممنوع أشتغل. ليه؟ ممنوع عشان القوة الخارقة دي. ستك أنا لو شغال مثلا شغال في شركة وأنا مثلا عندي القوة الخارقة، المدير يتعامل معايا إزاي؟ مش هيعرف يتعامل معايا طبعا. ده على افتراض ان انت راجل شرير مثلا هتضربه؟ لا، القوه الخارقه تمنعني. ما ممكن اكون انا طيب، لكن ممكن اللي شغال معايا مش طيب يستفزني. ممكن. طبعا غلط. فانا هنا بقى ممنوع دلوقتي، التقرير الطبي اللي معايا يمنعني ان انا ما اشتغلش. وممنوع تدخل حتى اسم الشرطه ولا السجن. ولا السجن. ممنوع تدخل. ممنوع تدخل السجن. ودخلت مره قبل كده؟ ما دخلت السجن انا، وطلعني الرئيس بقرار جمهوري، طلعت للسجن. ودخلت ليه السجن يعني؟ عشان الجيش. كان ما دخلتش الجيش يعني؟ زي تهرب. يعني تهرب عشان على حسب ما اخشش ما اعملش غلط. كنت خايف من الغلط يعني. يعني بالنسبه لموضوع الجواز، يعني عشان نكون صراحه كده، يعني احنا كلنا فاهمين، يعني انت عندك طاقه جنسيه او رغبه جنسيه قويه جدا، فلازم اجتماع جنسي يوماتي 15 مره بتقرير طبي بكله. 15 مره اجتماع جنسي مع زوجاتك. ده كل يوم؟ كل يوم. ازاي يعني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. يعني هي حاجه كده رباني. حاجه طبعا ربانيه الحمد لله. حاجه ربانيه. طب وهم بقى يعني زوجاتك، هل ده شيء بالنسبه لهم يعني يعني بيقدروا طبعا انا معايا 4 ست. انا معايا 4. امال انا اخر ال4 ليه؟ ما اصل لو معايا واحده او 2 مش هينفع. طب ممكن تسمح لي نتكلم شويه مدام صباح ومدام رضا بقى؟ ماشي. اهلا بيكم. اولا انتوا داخلين كده مبسوطين من بعض، مفيش مشاكل، مفيش ضرب، مفيش موافقين على الوضع ده يعني؟ مفيش. الحمد لله. مين فينا يقدر على 35 عيل؟ ربنا يخليهم لك يعني يا رب. طب انا ده ربنا اللي عمل كده، انا هعمل ربنا اللي عمل كده. انت صحيح ما بتنامش؟ ما بنامش من يوم ما اتولدت. من يوم ما اتولدت؟ وبعدين انا والدي قوه خارقه، انا وارث من والدي يعني. تمام. انا والدي كان انا 260 حصان، كان والدي 840 حصان. وانتوا بتقيسوا الاحصنه دي ازاي؟ انا بتقيسها ازاي انت ان انت 260 حصان؟ في المستشفى سيادتك انا فعلا. طبعا كشفت، بياخدوا مني عينه من هنا وعينه من السلسله، وقوه البني ادم هنا وفي السلسله بتاعه ظهره. لان 260 حصان ده زي حاجه اسمها الحصان الميكانيكي سيادتك. الحصان الميكانيكي مقياس قوه البني ادم كلها. بس البني ادم العادي ما يجيش ريحه حتى من الحصان. يعني انا مثلا لو قست نفسي اطلع لي انا بتاع كام حصان؟ مفيش سيادتك، مفيش حاجه. اطلع لي ما تكملش حصان. مفيش ولا ما تكملش ولا بقى من السيد. يا اخي انت خليتنا نحزن على نفسنا يعني. يعني انت عاوزني مثلا تتعبتني نفسيا. لا يا فندم، لا. هو انا اصلا الحاجات دي خدتها من الدكتور الطبيب الكبير، سالته بقول له طب البني ادم العادي؟ قال لي ولا اي ريحه. مفيش ريحه. مفيش. ما يحصلش. لكن انت كقوه خارقه 200 الحصان الواحد ولا الهواء 360 راجل لياقه بدنيه كامله. الحصان الواحد 360 راجل لياقه بدنيه كامله، مش اللي عنده السكر ولا الضغط ولا اللي طبيعي، اللي هو عنده لياقته مظبوطه. الحصان الواحد. ما جربتش يا عم السيد مثلا لو اكيد جربت تشيل طوب كبير ضخم؟ طب اشيل طوب لمين؟
مين هيقول لي تعالى اشتغل عندي شيل طوب، هيعمل بيه ايه؟ لا مش على الشغل عامة، يعني حاولت زي ما عرفت بتشيل عربية نقل مثلا. مثلا ان شاء الله. بامر الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. وعلى فكره قالوا لنا ان انت رفضت تشيل عربيه قبل ما تدخل عشان خفت لحسن يجي لك طاقه يعني فتكسر في طاقة، الاستوديو. يعني في شحنه. يعني الشحنه ديت يعني بتيجي للواحد دي ما اقدرش املك نفسي بيها. ممكن احطم اللي قدامي كله. ازاي؟ ايه اللي بيحصل لك؟ يعني انا دي بصراحه انا ما فهمتهاش، لما دنيا المراسله اللي كانت معاكم حكت لنا على الموضوع ده انا ما فهمتش. هنا في احترامي ليك، طالما انا زي الانسان العادي لما بيغضب بيبقى غير طبيعي. يعني هو عادي وبيغضب. يعني ما فيهوش عنده قوه خارقه وبيغضب، بص تلاقي ان هو غير طبيعي. ممكن يغلط في حد، ممكن يعمل اي حاجه. احنا بقى القوه دي لما بتيجي الشحنه بتاعتها فدي ما نقدرش نملك نفسنا يعني. حتى من غير غضب، من غير اي مشاعر؟ لا، ما هو لما انا كده خلاص بقى، هو اساسا ده عرق في الظهر كده رباني. هو ده. انا حسيت وانا بمد لك ايدي كده انك انت ما بتسلمش. لا ما بضمش ايديا، لانك لو ضميت ايديك ايه اللي هيحصل؟ لا مش هيتكسر طبعا صبعك. مش هيحصل كويس. لا وعلى ايه؟ ما احنا انت بتكسر الكوين عادي. يعني انا مثلا اهو. يا لا ما خليك انا شايف كويس. على فكره عم سيد مسك الكوين مرتين كده. ودي عمله ثانيه ممكن بعينيا. ايوه، وبيعملها بعينيه. ثانيتها كده. اتنت بعينيك. بعينيا. وعادي ولا اتوجعت ولا حسيت دي اقوى، دي اقوى حاجه بقى. دي انا ممكن يعني اسهل حاجه امسك قطر وما اعملش دي اصعب من مسك القطر. المدام بقى عايزين المدام، بس عايز اعرف الاكل الراجل اللي بياكل ايه. بيقولوا ما بينامش. طب انتوا لما تحبوا تناموا وهو يفضل صاحي وانتوا تخشوا ما انا معايا 4 بقى، دي تعبانه اروح للثانيه بقى. ما انا متجوز 4 عشان كده. ما انا بوزع نفسي عليهم. تبقى تدلل كده. طبعا. احنا الضحايا. الضحايا. مدام صباح، عم سيد بقى بياكل ايه؟ نظام اكله بياكل ايه؟ في حاجات معينه مثلا بياكلها، حاجات ما بيحبهاش، حاجات لازم ياكلها؟ ايوه هو طبعا بيحب اللحوم شويه. يعني الحاجات المسبكه لا، الدمعه كتيره لا. والسمنه البلد اشربها، واللي هي النيه اكلها. بتحس انها بتديك قوه اكتر او شيء، ولا لا الاكل بيأثر؟ هو البني ادم العادي اساسا ما يقدرش يشرب سمنه او ياكل ليه نيه. مظبوط. لو مش اكل ليه نيه يتعب، ممكن يموت فيها كمان. اصل دي قوه مش اكل. قوه بتحس. دي قوه. شرب السمنه ده قوه. عايز ارجع لموضوع المعاشره الزوجيه ده. تحت امرك. 15 مره في اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. وعندك وقت ولا ايه؟ في وقت.